السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبيب قلبي، طلاب تانية بكالوريا، هنبدأ إن شاء الله في الجزء الثاني من الدرس الأول، درس أركان الدولة. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ في الجزء الثاني وهو مقومات نشأة الدولة اللي إحنا كنا وصلنا عنده في الفيديو اللي فات. خلاص، مقومات نشأة الدولة المصرية وعوامل استمرارها عبر الزمن. طبعا يا جماعة إحنا كنا خدنا أركان الدولة، خلاص، الشعب والسلطة والسيادة والحيز الجغرافي اللي هو المساحة، خلاص. وهناخد في الجزء دوت تمام مقومات نشأة الدولة المصرية. طيب، وعوامل استمرارها عبر الزمن. ركز معايا بالله عليك كده، تمام. هنا هو بيقول لي مقومات، يعني مقومات يعني عوامل نشأة الدولة الايه؟ المصرية. بصوا يا جماعة، أي دولة بتنشأ لازم بتكون فيها عوامل، في عوامل هي اللي أدت إلى نشأة الدولة دي. خلاص؟ طيب، مقومات نشأة الدولة المصرية وعوامل استمرارها عبر الزمن. مصر ما اختفتش يا جماعة، في عندنا دول على مر التاريخ كانت موجودة وكانت حتى بتحكم العالم، وفين هي النهاردة؟ اختفت. طيب، إذن ربنا يا جماعة ادى مصر عدة مقومات، يعني عدة عوامل، تمام، لنشأة الدولة المصرية، تمام. وايه كمان؟ العوامل دي هي اللي خلت مصر، اي الاسباب دي هي اللي خلت مصر تستمر عبر ايه؟ الزمن، وما تختفيش زي ايه؟ زي اللي قبلها. تمام، ركزوا معايا ان شاء الله يا جماعه كده، وان شاء الله منهج البكالوريا باذن الله تعالى في جيبك، باذن الله ما تخافش منه. المنهج لذيذ، والمنهج يعتبر اغلبيته يا جماعه ثالثه ثانوي. اي مدرس ثانويه عامه عارف بيدي تاريخ، وحتى اللي بيدي الجغرافيا السياسيه، تمام، عارف ان المنهج عباره عن 80% ثالثه ثانوي. طيب، ركزوا كده معايا يا جماعه. اولا بيقول لي مقومات نشأة الدوله المصريه، يعني عوامل نشأة الدوله المصريه وعوامل استمرارها عبر الزمن. بيقول لي تنشأ الدول نتيجه ايه؟ نتيجه تضافر. يعني ايه يا مستر تضافر؟ يعني اتحاد عدد من المقومات، يعني من العوامل التي تحول المجتمع، اللي هي بتحول المجتمع يا جماعه، بتحوله من ايه؟ من تجمعات بشريه بسيطه الى كيان سياسي منظم، اللي هو الوحده السياسيه اللي خدناها امبارح. ركزوا معايا يا جماعه. بيقول لي تنشأ الدول بتنشأ بسبب ايه؟ قال لي بسبب تضافر، يعني اتحاد عدد من المقومات. عندي عده مقومات، عده اسباب بتؤدي لما بتجتمع مع بعضها في الاخر بتؤدي الى نشأة الدوله، تمام، التي تحول المجتمع. خلاص، المقومات دي هي اللي بتتحول المجتمع من مجموعات بشريه منتشره، يعني في قريه، تمام، قريه هنا وقريه هنا ومدينه هنا، هي دي التجمعات يعني زي يا جماعه ايه؟ ما المصري القديم كان عايش حياه تنقل وترحال. نزل لوادي النيل، لما نزل لوادي النيل عرف الزراعه، لما عرف الزراعه عرف معاها الاستقرار، خلاص، فبدات وبعد الاستقرار نشأت القرى. طيب، نشأة القرى دي يا جماعه، قريه هنا وقريه هنا وقريه هنا، اسمها ايه؟ تجمعات بشريه. عندي عدة عوامل يعني عدة أسباب لما بتجتمع مع بعضها، تمام، بتؤدي في الآخر إلى تحول المجتمعات اللي هي القرى دي إلى إيه؟ كيان سياسي منظم. يعني كيان سياسي منظم يا جماعة يعني وحدة سياسية. يعني إيه؟ يعني وحدة سياسية يا جماعة، يعني اتفقنا امبارح يعني إيه؟ دولة. خلاص، إذن عندي عدة عوامل، يعني عدة أسباب. الأسباب دي خلاص لما بتجتمع مع بعضها، لما بتتحد مع بعضها، اللي بنقول عليها عوامل قيم الدولة، لما بتجتمع مع بعضها، تمام، بتؤدي في الآخر إلى تحول التجمعات البشرية اللي هي القرى المشتتة ديت لكيان سياسي منظم، زي ما حصل على إيد الملك نعرمر. فاكرين لما وحد ايه؟ مصر العليا ومصر السفلى اللي هي القطرين. خلاص، طب ركز كده معايا، وحدهم في ايه؟ في دولة واحدة او وحدة سياسية او كيان سياسي منظم. اذا تنشأ الدول بتنشأ بسبب ايه؟ بسبب تضافر، يعني اتحاد مجموعة من المقومات. المقومات دي بتعمل ايه؟ العوامل دي بتعمل ايه اللي هناخدها دلوقتي؟ بتحول المجتمع من مجرد تجمعات بشرية، تجمع هنا وتجمع هنا، إلى دولة. يعني دولة كيان سياسي منظم.
تعالوا نشوف يا جماعه مقومات نشأة الدولة. اولا الموقع الجغرافي والحدود الطبيعيه. يبقى اول حاجه ايه؟ الموقع الجغرافي والحدود الطبيعيه. ركز معايا. وقوع مصر في قلب العالم القديم. ركز معايا وافهم كل كلمه. وقوع مصر فين؟ في قلب العالم القديم. قلب العالم القديم يا جماعه اللي هو مين؟ اسيا وافريقيا واوروبا. طب وقوع مصر في قلب العالم القديم دوت، في وسط العالم القديم، ادى الى جعلها ادى الى ايه؟ جعلها مركزا مهما للتواصل الحضاري. يبقى ادى لان هي ايه؟ اصبحت مركز حضاري ما بين قارات ودول العالم القديم اللي هم اسيا وافريقيا واوروبا. احنا عارفين العالم القديم اللي هو اسيا وافريقيا واوروبا. طيب الوقوع مصر في قلب العالم القديم، يعني في وسط العالم القديم، ادى لايه؟ جعلها مركزا مهما للتواصل الحضاري. تمام؟ بس كده؟ قال لي ايه كمان؟ والتبادل التجاري بين الشعوب. وكمان ان هي يا جماعه اصبحت بتلعب دور رئيسي في التبادل التجاري ما بين الشعوب، وخاصه ما بين اسيا واوروبا. خلاص؟ فيها مشكله دي يا جماعه؟ اذا وقوع مصر في قلب العالم القديم جعل مصر مركز مهم لحاجتين: التواصل الحضاري، ان كل الحضارات وكل الثقافات بتعدي من على مصر. تمام؟ ماشي. وايه كمان؟ والتبادل التجاري، وده دور اقتصادي. موقع مصر كده ادى الى دور اقتصادي، وهو التبادل التجاري بين شعوب العالم القديم اللي هي اوروبا واسيا، لان هم كان كل الطرق الرئيسيه يا جماعه بتعدي من عن طريق مين؟ عن طريق مصر. وده لحد ما ظهر طريق راس الرجاء الصالح. بس حتى طريق راس الرجاء الصالح بعد كده ظهر بعد قناه السويس. طب الموقع الجغرافي قال لي وقوع مصر في قلب العالم القديم جعلها ايه؟ ادى لحاجتين: جعلها مركز مهم للتواصل الحضاري. 2 والتبادل التجاري بين الشعوب. حلو. وتتمتع مصر، بتتمتع ايه مصر؟ بحدود طبيعيه. حلو، ركز معايا بالله عليك. وتتمتع مصر بحدود طبيعيه. ما لها الحدود الطبيعيه؟ يعني ايه يا مستر حدود طبيعيه؟ اول ما اقول لك حدود طبيعيه يعني جبال، بحار، هضاب، سهول، اي حدود طبيعيه. خلاص؟ طيب تتمتع مصر بحدود طبيعيه. مالها؟ الحدود الطبيعيه دي مثلت حواجز طبيعيه. قامت بدور حمايه قلب الدوله. اللي هو مين؟ الوادي والدلتا. اصحى معايا. طيب بيقول لك هنا ايه؟ مصر عندها حدود طبيعيه. ايه هي يا مصر الحدود الطبيعيه دي؟ لا ده انا لازم اروح للخريطه وارجع هنا تاني. ايه هي يا جماعه الحدود الطبيعيه؟ قال لي بص، انت عندك هنا في الشمال البحر المتوسط. تمام؟ عندك هنا كمان في الشرق البحر الاحمر. خلي بالك. عندك هنا في الغرب الصحراء الغربيه. طيب اما في الشرق الصحراء الشرقيه. طب ما لها الحدود الطبيعيه دي؟ الحدود الطبيعيه دي يا جماعه ادت الى حمايه قلب الدوله. اللي هو قلب الدوله يا جماعه عارفينها طبعا، نواة وقلب الدوله بتوع ثالثه ثانوي. حمايه قلب الدوله الا وهي الوادي والدلتا. اذا مثلت الحدود الطبيعيه لمصر. مثلت ايه؟ مثلت حواجز طبيعيه. حمت مين؟ حمت قلب الدوله. قلب الدوله ده اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو اهم نقطه في الدوله يعني، اللي هو مين؟ الوادي والدلتا. طب هي الحدود الطبيعيه دي يا مستر؟ قال لي من هنا هتلاقي الصحراء الغربيه، اما من هنا هتلاقي الصحراء الشرقيه وجبال بحر احمر، وهنا البحر الايه؟ الاحمر، حدود طبيعيه. كمان البحر المتوسط. ده يا جماعه الحدود دي مثلت حمايه طبيعيه للدوله. احيانا يا جماعه الحدود بتلعب دور ابن لذينه في حمايه الدوله، زي كده افغانستان، زي الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده لما تبص للولايات المتحده هتلاقي من هنا المحيط الاطلنطي والمحيط الهادي صعب غزوها. زي ما هناخد كده في التاريخ، او خدت انت في ثالثه اعدادي، انه نابليون ما قدرش ان هو يدخل انجلترا يوجه لها ضربه في عقر دارها بسبب ايه؟ موقعها على البحر المتميز. اذا هنا يا جماعه تمتعت مصر بحدود طبيعيه. الحدود الطبيعيه دي مثلت حواجز طبيعيه، يعني حمايه طبيعيه. خلاص؟ قامت بدور حمايه قلب الدوله. قلب الدوله دي اللي هي مين؟ 2 الوادي والدلتا، اللي هم اهم نقطتين فين؟ في مصر. حلو. كما ساعد الموقع الجغرافي. ساعد عليه كمان على استقرار المجتمع. اذا كده يا جماعه للموقع الجغرافي دور تاني، وهو حمايه المجتمع المصري
عبر التاريخ مما سمح لهم خلاص على بالتركيز على مين؟ على الزراعه. اذا يا جماعه ساعد الموقع الجغرافي على استقرار المجتمع. خلاص الموقع الجغرافي لمصر ساعد على استقرار المجتمع عبر التاريخ، مما سمح لهم بالتركيز على الزراعه والعمران. الزراعه احنا عارفين ان مصر كانت حضاره زراعيه، تمام؟ والعمران زي الاهرامات، وتنظيم شؤون حياتهم خلاص، وهو ما دعم نشأة الدولة وترسيخ دعائمها. ركز معايا. هنا بيقول لي ايه؟ الموقع الجغرافي ساعد على استقرار المجتمع المصري عبر التاريخ. لعب الموقع الجغرافي يا جماعه بان انت متوسط لقارات العالم القديم دور في ان الشعب المصري يكون شعب مستقر، لان احيانا زي ما قلت لك ان الموقع الجغرافي ليك ممكن يحطك في مشاكل، لا انت بالعكس الموقع الجغرافي ليك المتوسط لقارات العالم القديم ادى الى استقرار المجتمع المصري عبر التاريخ. طب الاستقرار ادى الى قيام الزراعه وكمان والعمران. اذا استقرار المجتمع يا جماعه الموقع الجغرافي لمصر ادى الى استقرار المجتمع. حاله الاستقرار ده ادت الى حاجتين زي ما خدنا في ولديورونت في اولى ثانوي. ولديورونت تبدا الحضاره مع شعور الانسان بالاستقرار والامن وتنتهي مع القلق والاضطراب. هو ده بالظبط. اذا يا جماعه كده ساعد الموقع الجغرافي ده ساعد على استقرار المجتمع. طيب استقرار المجتمع ده مجتمع مصر ان هو عايش حياه استقرار ادى الى التركيز على حاجتين الزراعه والعمران. بس كده لا، قال لي وتنظيم شؤون حياتهم وهو ما دعم نشأة الدولة. ده في الاخر يا جماعه دعم نشأة ايه؟ الدولة. حالة الاستقرار والزراعة والعمران ادت في النهاية وتنظيم شؤون الحياة ادت الى نشأة الدولة وترسيخ. يعني ايه ترسيخ يا جماعه؟ يعني تثبيت دعائمها واستقرارها عبر ايه؟ عبر العصور. اذا يا جماعه ازاي اللاعب هنا ممكن يقول لك وضح لعب الموقع الجغرافي دور في نشأة الدولة المصرية. هقول له حيث ساعد الموقع الجغرافي ساعد على استقرار المجتمع المصري عبر العصور. استقرار المجتمع ادى الى حاجتين الزراعة والعمران. بس كده لا، معاهم حاجة ثلاثة تنظيم شؤون الحياة. اهم حاجة التنظيم يا جماعة زي ما خدنا في الجزء اللي فات، تمام؟ وهو ما دعم نشأة وترسيخ ويعني وتثبيت. ده كله ادى لايه؟ الى نشأة وترسيخ دعائم واستقرار الدولة المصرية عبر العصور. في مشكلة يا جماعة؟ تعالوا نشوف يا جماعة كلام المؤرخ المصري جمال حمدان عن الموقع. بيقول لك ايه جمال حمدان؟ ركز معايا. قال جمال حمدان في كتابه شخصية مصر، ده مؤرخ مصر يا جماعة، تمام؟ عنده كتاب اسمه شخصية مصر اتكلم فيه عن موضوع الموقع ودوره في نشأة الدولة المصرية. تعال نشوف. قال جمال حمدان في كتابه شخصية مصر: في مصر بالذات، ركز معايا بالله عليك في الجملة دي، في مصر بالذات لن تفهم كيانها تمام أو تمام تاريخها بشكل صحيح خارج إطار الموقع. عمرك ما هتفهم دور مصر التاريخي ولا قدرات مصر التاريخية ولا أدوارها التاريخية من غير ما تفهم الموقع. خلاص؟ وبغير الإشارة إليه. خلي بالك فمصر موضع دولة. ركز معايا. فمصر موضعا دولة نهر، تمام؟ وموقعا دولة برزخ. يعني ايه مصر؟ فمصر موضعا دولة نهر وموقعا دولة برزخ. ركز معايا. عاوز هنا يقول لك ان مصر موضعها الاساسي واساسها هي دولة ايه؟ نهر، وان نهر النيل لعب دور رئيسي في نشأة الدولة المصرية، ولكن الاهم بيقول لك وموقعا دولة برزخ. ايه هي كلمة برزخ؟ بص ركز معايا. زي هي البرزخ يا جماعة. البرزخ يا جماعة زي عندنا كده في الاسلام الحاجة الوسط، حياة البرزخ. حياة البرزخ اللي هي ايه؟ اللي هي الحياة في القبر، اللي هي بعد الموت، ما بين الموت يعني انت بعد الحياة على طول بتموت، تمام؟ حياتك في القبر دي اسمها حياة البرزخ. يعني البرزخ هي الحياة الوسط بين الدنيا والآخرة. طيب ايه كمان؟ خلاص؟ طيب فهو هنا بيقول لك ايه؟ وموقعا دولة برزخ. يعني ايه؟ خلاص اتفهمت كده. يعني ان موقع مصر على مر التاريخ كان برزخ. يعني ايه برزخ؟ تمام؟ انت خدت في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يعني ايه يا جماعه برزخ لا يبغيان؟ يعني مياه النهر
ومياه البحر في بينهما تمام حاجز وبرزخ تمام بيمنع المياه ان هي تختلط بايه؟ ببعضها تمام. فهنا بيقول لك ايه؟ وموقعا دولة برزخ. يعني ايه يا جماعه دولة برزخ؟ يعني عندها بتمتلك موقع متوسط بين قارات العالم الايه؟ القديم. اذا يا جماعه كده فهمت ايه؟ حته ايه؟ وموقعا دوله برزخ. يعني ايه موقع برزخ؟ يعني موقع وسط يتوسط قارات العالم القديم. ايه كمان؟ ولو لم يكن النيل فرضا لفرض الموقع نفسه. خلاص؟ يقينا في ضوء. طيب فيها مشكله الحته دي يا جماعه؟ اذا يقول جمال حمدان، ركز معايا في كتابه شخصية مصر، بيقول كمان، يلا معايا كده تاني: في مصر بالذات لن تفهم كيانها أو تاريخها بشكل صحيح خارج إطار مين؟ خارج إطار الموقع. عمرك ما هتفهم تاريخ مصر خارج إطار الموقع وبغير الإشارة إليه. خلاص؟ وبغير الإشارة إليه. فمصر موضعا دولة نهر، يعني هي أساسا دولة فيها واحد من أهم أنهار العالم وهو نهر النيل. وموقعا دولة مين؟ وموقعا دولة برزخ، يعني وسط بتتوسط قارات العالم القديم. ولو لم يكن فرضا لفرض الموقع نفسه. ولو لم يكن النيل فرضا، يعني حتى لو النيل مش موجود تمام، لفرض الموقع نفسه يقينا. تمام. اذا هنا المؤرخ جمال حمدان في كتابه شخصية مصر بيبين لي ويوضح لي أهمية موقع مصر الجغرافي وإزاي لعب دور مهم جدا في نشأة وقيام الدولة المصرية. العامل الثاني يا جماعة من عوامل قيام الدولة أو الدولة المصرية هو الموارد الطبيعية. يعني إيه يا جماعة موارد طبيعية؟ الموارد الطبيعية يا جماعة اللي هي كل حاجة طبيعية ربنا اداها للدولة، زي الأنهار والبحار والمحيطات والمعادن والجبال. بيقول لي يعد نهر النيل أهم مورد طبيعي في مصر. ركز معايا الله يبارك لك. يعد نهر النيل أهم مورد طبيعي فين؟ في مصر، وهو عامل أساسي. تعال نشوف بقى أهم الموارد الطبيعية. يعد نهر النيل هو أهم مورد طبيعي. يعني أنا عندي موارد كثيرة زي المعادن، زي ما قلت، زي المعادن والأنهار والبحر الأحمر والبحر المتوسط ومش عارف إيه. طيب أهم عامل فيهم مين؟ نهر النيل. هو أهم مورد طبيعي في مصر، وهو عامل أساس لنشأة الدولة المصرية. هو أهم عامل أدى إلى قيام الدولة المصرية وحضارتها، الحضارة الفرعونية. تمام؟ وبسببه تحول المصري من جامع للثمار. بسبب نهر النيل تحول المصري القديم من جامع للثمار إلى مزارع مستقر. جامع للثمار يا جماعة لما كان بيجمع إيه؟ بيعيش حياة تنقل وإيه؟ وترحال. طيب إلى مزارع مستقر حيث تطلب الأمر. طيب نهر النيل أدى ليه يا جماعة؟ نهر النيل أدى ليه؟ تطلب الأمر: واحد، تنظيما للري، إن الري لازم يكون مظبوط. تمام؟ طيب بناء للسدود منعا للفيضان، حماية من خطر الفيضان. تمام؟ وتخزين المياه في وقت ايه؟ في وقت الجفاف. خلاص؟ طيب حيث تطلب الامر تنظيما للري وبناء للسدود. بناء السدود ادى لايه يا جماعه؟ العمل الجماعي. ان مصر هنا يا جماعه عرف يعني المصريين القدماء عرفوا يعني ان هم لازم مجبرين ان هم يتعاملوا مع بعض ويتعاونوا مع بعض في الشمال والجنوب. ليه؟ لتنظيم الري وبناء السدود. اذا يا جماعه خلاص تحول مصر القديم بسبب نهر النيل، تحول مصر القديم من جامع للثمار الى مزارع مستقر. طب الزراعه محتاجه ايه؟ محتاجه تنظيم مياه الري وبناء السدود. طيب بناء السدود وتنظيم الري يحتاج الى العمل الجماعي. بس كده؟ لا، كمان محتاج ايه؟ وجود سلطه مركزيه قويه. يعني حكومه ايه؟ حكومه مركزيه قويه كان لها دور في تنظيم توزيع المياه وحل النزاعات بين الاقاليم. خلاص؟ وكان النيل شريان اتصال ليربط بين الشمال وايه؟ لربط الشمال والجنوب. ركز كده معايا بالله عليك، ركز معايا في الفقره دي تاني. بيقول لي هنا الموارد الطبيعيه. يعد النهر النيل يعد ماله؟ اهم مورد طبيعي في مصر. حلو. اللي هو عامل اساس لنشأة الدولة المصرية. طب غير ان هو ادى الى قيام الزراعه اهو. طب ليه بقى هو عامل اساسي لنشأة الدولة المصرية والحضارة المصرية القديمة؟ قال لي بسبب تحول المصري القديم من جامع للثمار، ان هو كان عايش حاله تنقل وترحال،
عرف الزراعه، فلما عرف الزراعه تحول لايه؟ عرف معاها ايه؟ الاستقرار. تمام؟ حيث تطلب الامر. طيب خلاص، الزراعه دي، الزراعه ونهر النيل بيحتاجوا ايه؟ بيحتاجوا حاجتين، واحد تنظيم للري وبناء للسدود. تنظيم الري وبناء للسدود ده خلاص عرف المصري القديم اهميه، او ساعد المصري القديم على معرفه واهميه ايه؟ حاجتين، العمل الجماعي ووجود سلطه مركزيه قويه. السلطه المركزيه القويه دي يا جماعه خلاص الموضوع يا جماعه محتاج ايه؟ وضع تنظيمي. خلاص انتقلوا من حياه القرى للشعب كتر والقرى كترت، فادت الى حاجتهم لايه؟ تنظيم العمل الجماعي، واللي هتبقى فوضى، هيتخانقوا على الميه وعلى الزراعه. طيب فادى العمل الجماعي لحاجتهم ليه؟ وجود سلطه مركزيه قويه. السلطه المركزيه القويه دي يا جماعه كان لها دور في تنظيم حاجتين، وهما توزيع المياه وحل النزاعات بين الاقاليم. خلاص، وكان النيل كمان هو شريان، ماشي، هو شريان اتصال لربط الشمال، مملكه الشمال بمملكه ايه؟ بمملكه الجنوب. خلاص ليه يا جماعه؟ لان احنا قلنا تيار النيل القادم من الجنوب الى الشمال خلاص ادى لايه؟ نقل السفن التجاريه ونقل المحاصيل الزراعيه بين الشمال والجنوب، وخلق حاله من التضامن الاجتماعي. انا عاوز اعيد الحته دي تاني، ركز معايا بالله عليك فيها. قال لي كده ايه بالنسبه للموارد الطبيعيه؟ يعد نهر النيل هو اهم مورد طبيعي في مصر. حلو، وهو عامل اساسي. عامل اساسي لمين؟ لنشاه الدوله المصريه وحضارتها. طب بسبب نهر النيل ايه؟ تحول المصري القديم من حياه تنقل وترحال الى حياه استقرار، اي من جامع للثمار الى مزارع مستقر. طيب حياه الاستقرار دي تطلبت كام حاجه؟ تطلبت حاجتين. نهر النيل تطلب حاجتين يا جماعه، حياه الاستقرار والزراعه، تنظيما للري وبناء السدود. تنظيم الري والسدود، تنظيم الري وبناء السدود ده احتاج لعمل جماعي. العمل الجماعي نفسه احتاج الى سلطه مركزيه قويه. ليه؟ السلطه المركزيه القويه بتعمل ايه؟ هتعمل لي حاجتين. دور السلطه المركزيه في نهر النيل هتعمل لي حاجتين، توزيع المياه وحل النزاعات بين الاقاليم. تمام. وكمان بيقول لي ان نهر النيل لعب دور مهم جدا في ربط الشمال بالجنوب. طيب معلش يا جماعه احنا بنعيد الحاجه اكتر من مره بحيث ان المعلومه تثبت في دماغك. تمام. طيب وهب الله مصر موارد طبيعيه اخرى. هل يا جماعه ربنا ادى نهر مصر عامل طبيعي او مورد طبيعي نهر النيل بس؟ قال لي لا. طيب وهب الله مصر ايه كمان؟ موارد طبيعيه متنوعه الى جانب نهر النيل. قال لي ممكن تقول لي هي ديتها؟ لا، هقول لك اهو. واحد، الاراضي الخصبه، يبقى اول حاجه الاراضي الخصبه الصالحه للزراعه. اثنين، المعادن. ثلاثه، احجار البناء. طبعا يا جماعه المعادن اللي هي ادت لايه؟ الذهب والفضه والكلام ده كله. طيب والحديد والكلام ده كله. طيب واحجار البناء اللي ساعدت على قيام الحضاره المصريه القديمه اللي هي الاهرامات والمقابر والكلام ده كله. طيب فاسهم اذا يا جماعه الى جانب نهر النيل ربنا ادى مصر موارد طبيعيه متنوعه. زي مين؟ قال لك زي 3 حاجات: اراضي خصبه صالحه للزراعه، معادن، احجار بناء. طيب اسهمت هذه الموارد في تنشيط الزراعه عشان الاراضي الخصبه، والصناعه عشان المعادن، والتجاره عشان حاله ايه؟ حاله ايه؟ الاحجار ايه؟ احجار البناء والمعادن. طيب اذا يا جماعه كده، اذا كده يا جماعه اسهمت هذه الموارد، ساهمت في ايه؟ اللي ساهمت في تنشيط الزراعه والصناعه والتجاره اللي هي الانشطه الاقتصاديه. تمام؟ اتنشطت. اذا ممكن يقول لي فسر بما تفسر تنشيط او نشاط الانشطه الاقتصاديه الاتيه: الزراعه والصناعه والتجاره في مصر القديمه. بسبب ايه؟ هقول له بسبب تمتع مصر بالعديد من الموارد الطبيعيه الى جانب نهر النيل، وهي مين؟ الاراضي الخصبه، المعادن، واحجار البناء. حلو. فاسهمت هذه الموارد في 3 حاجات: واحد، تنشيط الزراعه والصناعه والتجاره، وايه كمان؟ وتوفير مقومات الاستقرار الاقتصادي. خلاص، مما هي يا جماعه، اذا يا جماعه مقومات الاستقرار الاقتصادي هي الارض الخصبه والمعادن والاحجار البناء. ادت الى ايه؟ مقومات الاستقرار الاقتصادي. تمام؟ ايه هو اصلا الاستقرار الاقتصادي او هي الانشطه الاقتصاديه؟ زراعه، صناعه، تجاره. طيب اذا يا جماعه الموارد الطبيعيه المتنوعه
اللي هي الأراضي الخصبة والمعادن وأحجار البناء، الثلاثة دول أدوا إلى تنشيط 3 حاجات: زراعة، صناعة، تجارة، وتوفير مقومات الاستقرار الاقتصادي. طيب أنا دلوقتي عندي دولة مستقرة اقتصاديا، ده هيؤدي إلى إيه؟ ازدهار المجتمع المصري زي ما انت شفت كده في الحضاره الفرعونيه وفي الدوله القديمه، واسهم في قيام الدوله المصريه وترسيخ يعني تثبيت دعائمها واستمرارها عبر الايه؟ عبر التاريخ. وبكده يا جماعه انا اكون خلصت الجزء بتاع الموارد الطبيعيه. قسمت الموارد الطبيعيه لقيت كام حاجه؟ قال لي 1 اهم عامل او اهم مورد طبيعي عندك هو نهر النيل، هو اهم مورد طبيعي في مصر. طيب قال لي ماله؟ قال لي ده مورد او عامل طبيعي اساسي لنشأة الدولة المصرية وحضارتها. طب بسببه ايه اللي ادى الى ايه؟ حالة توحد المجتمع وتجانس المجتمع، حيث بسببه تحول المصري القديم من جامع للثمار الى مزارع مستقر. حياة التنقل والترحال الى حياة الاستقرار. طيب حياة الاستقرار ديت والزراعة تمام والاستفاده من نهر النيل ادت الى ايه؟ حاجته الى تنظيم للري وبناء السدود. طبعا تنظيم الري وبناء السدود محتاج الى العمل حاجتين: العمل الجماعي ووجود سلطه مركزيه قويه. ليه السلطه المركزيه قويه؟ دورها ايه؟ اللي دورها في توزيع المياه وحل النزاعات. تمام؟ وحل النزاعات بين الاقاليم. طيب وكان النيل هو ايضا لعب دور اجتماعي. لعب دور اجتماعي في ايه؟ في تجانس السكان بين سكان الشمال وسكان الجنوب. وكان النيل شريان اتصال لربط الشمال بالجنوب. طيب وهب الله مصر موارد طبيعيه متنوعه الى جانب نهر النيل. ايه هي الموارد دي؟ قال لي 3 حاجات: الارض الخصبه، المعادن، احجار البناء. فاسهمت هذه الموارد الى تنشيط الانشطه الاقتصاديه الثلاثه الاساسيه اللي هي الزراعه، الصناعه، والتجاره. طيب توفير الانشطه الزراعيه، الانشطه الاقتصاديه الاساسيه اللي هي زراعه، صناعه، تجاره. تمام؟ ادى الى ايه؟ توفير مقومات الاستقرار الاقتصادي. تمام؟ توفير مقومات الاستقرار الاقتصادي يا جماعه ادى الى ازدهار المجتمع المصري في النهايه، واسهم في قيام الدوله المصريه واستمرار دعائمها عبر ايه؟ عبر التاريخ. طيب الجزء الثالث يا جماعه او المقاوم الطبيعي الثالث من مقومات قيام الدوله هو التجانس البشري والوحده الوطنيه. التجانس البشري والوحده الوطنيه. بص يا سيدي، بص، مهما كانت الدولة فيها من عوامل طبيعية وكانت غنية، طالما ان الشعب ما فيهوش تجانس انسجام بين سكانه وفي وحدة وطنية، كل ده مش هيبقى ليه لازمة. ليه؟ باختصار الدولة ده هتبقى مليانة حروب أهلية من وقت للتاني وثورات ومش عارف ايه، فمش هيكون في استقرار. خلاص؟ طيب فده هيؤدي في الآخر لإيه؟ انهيار الدولة وحتى ضياع مين؟ الموارد الطبيعيه. الموارد الطبيعيه دي مش هيبقى لها لازمه في النهايه. فلازم اي دوله علشان تنشا وتكون مستقره لازم يكون في تجانس بشري ووحده وطنيه بين ايه؟ بين الشعب دوت. طيب ركز معايا، تعد مصر خلي بالك من اكثر دول العالم تجانسا. ده حقيقه يا جماعه. تمام؟ حيث انصهر من اكثر دول العالم يا جماعه انسجاما. يعني ايه يا جماعه تجانس؟ يعني انسجام ما بين السكان. طيب تعد مصر من اكثر دول العالم تجانسا، حيث انصهر. يعني انصهر يعني اختلط سكان، خلي بالك، وادي النيل في بوتقه ثقافيه ايه؟ واحده. يعني ايه بوتقه ثقافيه واحده يا جماعه؟ يعني في حاجه ثقافيه واحده. خلاص؟ طيب منذ فجر التاريخ، منذ بدايه التاريخ، طب ادى ده ايه؟ ان حاله الانسجام بين سكان وادي النيل، حالة الانسجام الثقافية بين سكان وادي النيل أدت إلى إيه؟ أدت إلى تشكيل اتحاد متماسك. أدت إلى مما شكل إلى اتحاد إيه؟ متماسكا يصعب تفتيته. تمام؟ وهذا التجانس خلي بالك بقى جعل من الوحدة السياسية في النهاية أمر إيه؟ أمر طبيعي. يعني لولا حالة التجانس والانسجام بين سكان وادي النيل وسكان مصر ما كانت هتحدث الوحدة السياسية اللي عملها الملك نعرمر. صح ولا لأ؟ طيب إذا يا جماعة تعد مصر من أكثر دول العالم تجانسا، يعني انسجاما. حلو. حيث انصهر يعني اختلط سكان وادي النيل في بوتقة ثقافية واحدة منذ فجر التاريخ. أدى ده إيه؟ أدى إلى اتحاد متماسك صعب تفتيته.
كل يا جماعه ما الشعب كان متحد ومنسجم، صعب ان انت تبث فيه الفتنه، صعب ان انت توقع ما بينه، صعب ان انت تخلق حاله من عدم الاستقرار ما بينه. تمام؟ طيب ادى ذلك الى مما شكل اتحادا متماسكا يصعب تفتيته. هذا التجانس ادى الى ايه في النهايه؟ الى جعل الوحده السياسيه امر طبيعي. لولا هذا التجانس لما حدثت الوحده السياسيه بين مملكه الشمال ومملكه الجنوب. ساعد هذا التجانس على عدم، خلي بالك بقى 2، خلي بالك من الحته دي في منتهى الاهميه. ساعد هذا التجانس ايضا على عدم تاثر المصريين بثقافه المحتل. تمام؟ بل حافظوا على الهويه المصريه المميزه عبر العصور. ركز معايا، ركز معايا. طيب على مر التاريخ اي احتلال يا جماعه علشان يحتل دوله اول حاجه يعملها ان هو يوقع بين سكان الدوله دي، زي ما احنا شايفين في سوريا كده. الدروز، العلويين، السنه، الشيعه، اللي مش عارف مين، خلاص يبدا ان هو الاكراد اللي هي قوات قصد والكلام ده. طيب كل ده يا جماعه بيخلق حاله ايه؟ من عدم التجانس، وبيؤدي في الاخر الى انهيار الدوله ودخول وتفتيت الدوله وتقسيمها. حلو. طيب ده صعب ان هو يحصل في مصر. ليه؟ لان مصر من زمان يا جماعه فيها حاجه من حاله التجانس. فلما جه الاحتلال الفرنسي ولما جه الاحتلال الانجليزي او الهكسوس او غيرهم، ما قدروش ان هم يفتتوا الشعب المصري او ان هم يقسموه. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب ان الشعب المصري من الاساس ماله متجانس مع بعضيه، فما قدروش يلعبوا عليه اللعبه دي. خلاص؟ طيب لا هو مجتمع قبلي ولا هو مجتمع مش عارف ايه. طيب ساعد هذا التجانس. التجانس ادى لايه؟ عدم تاثر المصريين بثقافه المحتل. رغم ان مصر يا جماعه، انت شفت دول تانية يا جماعه زي الجزائر والدول دي، تمام؟ قدر المحتل ان هو يمسخ الهويه بتاعت الشعب. خلاص؟ لكن احنا ما حصلش. احنا الشعب المصري رغم ان هو تعرض لمئات السنين من الاحتلال على مر التاريخ من مختلفه، الا ان الشعب المصري حافظ على دينه وحافظ على هويته. بص يا جماعه، اول ما اقول لك هويه، يعني هويه على طول الدين، العادات، اللغه، او الدين، اللغه، العادات، هي دي الهويه على طول. طيب ساعد التجانس على عدم تاثر المصريين بثقافه المحتل اللي كان بيحاول ايه؟ اللي كان بيحاول ان هو يزرعها. طيب بل حافظوا ايضا على الهويه المصريه المميزه على مر العصور. ايه هي الهويه المصريه دي يا مستر؟ الدين، هويه مصريه. ايه كمان؟ اللغه، نتكلم لغه عربيه، وديننا هو الدين الاسلامي. خلاص؟ طيب ايه كمان؟ ايه كمان؟ العادات والتقاليد. كل دي يا جماعه اسمها ايه؟ الهويه المصريه. وخلي بالك، عاوز اتكلم في نقطه في الحته دي. هتقول لي يا مستر طب ما الشعب المصري مليان مسلمين ومسيحيين واقليه مسيحيه في مصر. بص يا حبيبي، بص، ما في شعب منسجم مع بعضيه زي الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين. ده معروف على مر التاريخ. طبعا انت ممكن تبص لي هنا وتضحك، انا بكلمك بجد. خش وشوف الاقليات في الدول التانية بتعمل ايه. خش وشوف الاقليه العلويه في سوريا. تمام حبيبي؟ حاله الانسجام اللي على مر السنين ما بين المسلمين والمسيحيين في مصر بجد بعيدا عن اي حاجه. تمام؟ هي نادره الحدوث، نادره الحدوث. انت هتفهم انا بقول لك ايه لما تبص على الدول التانية عامله ايه. علشان كده على مر التاريخ ما قدرش اي محتل ان هو يلعب على الحته دي في مصر. ليه؟ لان انت في حاله انسجام كامله ما بين الايه؟ ما بين كافه طائف الشعب الايه؟ المصري. طيب وهتفهم بجد ان انا مش بطبل ولا بقول لك ايه الا لما تروح تدرس حاله الدول الثانيه. شوف البيض والسود في الولايات المتحده الامريكيه عملوا ببعض ايه. شوف العلويين عملوا في اهل السنه ايه، او في السنه ايه في العراق. تمام؟ شوف لبنان والتقسيم الطائفي فيها ايه، حرب الاهليه اللبنانيه. لما هتدرس وتتوسع في التاريخ هتعرف فعلا ان الشعب المصري من اهم الحاجات اللي ميزته على مر التاريخ هو التجانس البشري والوحده الوطنيه. ودي الحاجه يا جماعه حتى اللي ما قدرش يلعب عليها نابليون زمان. خلاص؟ اذا العامل الثالث من عوامل قيام الدوله وهو التجانس البشري والوحده الوطنيه. طيب تعد مصر من اهم دول العالم تجانسا. حلو. حيث انصهرت سكان وادي النيل في بوتقه ثقافيه واحده منذ فجر التاريخ. طيب ادى ده الى ايه؟
شكل في الاخر اتحادا متماسكا. ركز معايا، الاتحاد ده يصعب تفتيته، وهذا التجانس جعل من الوحده السياسيه امر طبيعي. حلو. طيب كمان ايه ساعد على ايه اهميه التجانس ده؟ كمان ساعد على عدم تاثر المصريين بثقافه المحتل، بل حافظوا على الهويه المصريه، هي الهويه اللي هي اللغه والدين والتاريخ على مر العصور. 4 يا جماعه، العامل الرابع من عوامل قيام الدوله المصريه وهي طبعا الحكومه المركزيه القويه. وهنا ممكن يقول لك ركز. طيب ترتبط لازم تربط لي ما بين اركان الدوله الاربعه اللي انا خدتهم، اللي هم السياده والسلطه والشعب والحيز الجغرافي، وبين العوامل. يعني هنا ممكن يقول لك ايه؟ الحكومه المركزيه القويه. طيب ترتبط الحكومه المركزيه، تعد الحكومه المركزيه، ركز معايا في السؤال ده، تعد الحكومه المركزيه القويه خلاص احد عوامل قيامه الدوله المصريه، ويرتبط ذلك مع احد اركان الدوله، وهي على طول الحكومه المركزيه القويه ترتبط مع ايه؟ السلطه. خلاص، السلطه، خلي بالك من الحاجات دي. طيب الحكومه المركزيه القويه يا جماعه، كان قيام حكومه مركزيه قويه بعد توحيد القطرين على يد الملك نعرمر، اللي هو ايه؟ بدايه الاسرات. خلاص، عام 3200 قبل الميلاد، اللي هي الاسره الاولى، هو الاساس الحقيقي لظهور الدوله المصريه. اذا يرتبط الاساس الحقيقي او الاساس الحقيقي لظهور الدوله المصريه، بدايه ظهور الدوله المصريه ككيان سياسي موحد او كوحده سياسيه بايه؟ باحد عوامل القيام الحضاري، وهي الحكومه المركزيه القويه. اذا الحكومه المركزيه القويه، كان قيام الحكومه المركزيه قويه في مصر بعد توحيد الملك القطرين، اللي هي مملكه الشمال ومملكه الجنوب، على يد الملك مينا اللي هو نعرمر عام 3200 قبل الميلاد. حلو، ماله؟ هو الاساس الحقيقي لظهور الدوله المصريه، هو الاساس الحقيقي لظهور الدوله المصريه، اذ تحولت، خلي بالك تحولت الدوله المصريه من حياه القرى، من القرى المشتته، تحولت الدوله المصريه من تجمعات صغيره الى دوله منظمه ذات سلطه واحده ونظام اداري موحد. ركز معايا، العامل الرابع من عوامل قيام الدولة المصرية هو نشأة أو وجود حكومة مركزية قوية. حبيبي انت من غير حكومة الدولة هتعيش حالة من الفوضى، مفيش أي إنجاز هيتعمل في الدولة وهنعيش. ودايما بضرب لك مثال بأهمية، خلي بالك بأهمية الحكومة المركزية القوية، دايما بضرب لك مثال بحياة شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعد الإسلام. العرب لما كانوا عايشين في حياة قبائل مشتتة قبل الإسلام، اللي حصل؟ طول عمرهم ما عندهمش حضارة. أول ما جه الرسول صلى الله عليه وسلم ووحدهم تحت حكومة مركزية موحدة، سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو من بعديه دولة الخلفاء الراشدين، وسع يا باشا، حكموا العالم. رغم إن هم ما كانش عندهم أي مقومات، ولكن القبائل دي لما توحدت تحت نظام وحكم وإدارة، تمام، وتحط لهم سيستم كده يمشوا عليه، اللي حصل؟ حكموا العالم واسقطوا الروم والفرس، اقوى امبراطوريات. قارن ما بين الحياه القبليه اللي كانوا عايشينها العرب قبل الاسلام من غير حكومه مركزيه توحدهم ويخضعوا ليها، تمام، وما بين ايه بعد كده؟ ما بين حياتهم في ظل الخلافه الراشده بعد وجود قائد وحكومه ايه؟ مركزيه واحده. اذا يا جماعه الحكومه المركزيه القويه مالها؟ كان قيام حكومه مركزيه قويه بعد توحيد القطرين، اللي هي مملكه الشمال ومملكه الجنوب، على يد الملك نعرمر اللي هو بدايه الاسره الاولى، تمام. طيب عام 3200 قبل ايه؟ قبل الميلاد، اللي هو قيام الوحده التاريخيه. الوحده التاريخيه يا جماعه اللي هي ايه؟ 3200 قبل الميلاد، اللي هي قيام الوحده. طيب مالها؟ هو الاساس الحقيقي لظهور الدوله المصريه، اذ تحولت، خلي بالك معايا بالله عليك، استحولت الحكومه المركزيه القويه دي ادت الى ايه؟ تحويل مصر من تجمعات صغيره الى دوله منظمه ذات سلطه واحده، اللي هي حكومه مركزيه واحده، تمام، على يد الملك مينا، ونظام اداري موحد. خلاص، اذا العامل الرابع يا جماعه من عوامل قيام الدوله المصريه وهو قيام حكومه مركزيه قويه. يعني مركزيه يعني في النص بتحكم كل الدوله. خلاص، طيب 5 يا جماعه القوه العسكريه. العامل الخامس يا جماعه من عوامل قيام الدوله هو القوه العسكريه. ركز معايا، اعتمدت مصر على جيش
من ابنائها. بص يا حبيبي، من غير قوة عسكرية الدولة هتضيع، لان ببساطة مهما عملت ومهما كنت بتملك موارد، اللي هيحصل في لحظة هتيجي دولة تطمع فيك خلاص وتاخد ايه كل الموارد دي وتهدل لك الدولة دي كلها. تمام؟ اذا لازم علشان تعمل دولة قوية لازم يكون عندك قوة عسكرية، يعني جيش ايه؟ جيش نظامي قوي. طيب خلي بالك، اعتمدت مصر على جيش من ابنائها، وركز على كلمه من ابنائها ده، يعني ايه؟ مفهومش مرتزقه مثلا من بره. اعتمدت مصر على جيش من ابنائها. الجيش ده هيعمل ايه؟ هيدافع عن ارضها. يبقى مهمه الجيش الاولى ايه؟ الجيش الاولى ايه مهمته؟ ايه؟ انه يدافع عن حدود الدوله وارض الدوله. طيب يدافع عن ارضها، فالجيش المصري كان دائما ولا يزال هو الاداه التي تحمي حدود الدولة وتصون إنجازاتها الحضارية، يعني تحافظ على الإنجازات الحضارية اللي عملتها الدولة، وتضمن أيضا استقرارها السياسي. ركز معايا كده بالنسبة للقوة العسكرية، العامل الخامس من عوامل قيام الدولة. طيب اعتمدت مصر على جيش من أبنائها، جيش وطني خلاص يدافع عن أرضها. يبقى أول مهمة للجيش إيه؟ واحد، الدفاع عن الأرض. طيب وكان ولا زال الجيش المصري تمام هو الأداة التي واحد، اثنين، تحمي حدود الدولة خلاص، ثلاثة، وتصون إنجازاتها. كده يا جماعة هي دي مهام القوى العسكرية في الدولة: حماية الأرض والحدود وحماية الإنجازات الحضارية. ثلاثة يا جماعة، تضمن الاستقرار السياسي، عدم انقلاب أي حد على السلطة السياسية للدولة. ان هو لازم بيضمن اي حاجه تحصل في الدوله، لازم الجيش ان هو يضمن ايه؟ الاستقرار السياسي. اذا يا جماعه مهام القوى العسكريه ايه؟ واحد، حمايه الحدود واراضي الدوله. اثنين، حمايه الانجازات الحضاريه. هنا اثنين، حمايه الانجازات الحضاريه. اما ثلاثه، ضمان استقرار السياسي لمين؟ للدوله. فيها مشكله دي يا جماعه؟ طيب العامل السادس يا جماعه من عوامل قيام الدوله المصريه وهو الحفاظ على الهويه المصرية. الحفاظ على الهوية المصرية. ركز معايا، بص، أي إنسان من غير مبادئ في حياته بيضيع مع الوقت. في أي مشكلة أو في أي أزمة بيتعرض لها في مهب الريح على طول بيضيع وبتنتهي كل إنجازاته. فلازم أي دولة بتقوم لازم بيكون عندها هوية. إيه هي دي يا مستر الهوية؟ اتفقت معاك قلت لك إن أول ما أقول لك هوية 3 حاجات: الدين، اللغة، العادات. الدين، اللغة، العادات. طيب الحفاظ على الهوية المصرية. حافظ المصريين على هويتهم الوطنية عبر العصور، اللي هي الدين واللغة والعادات. طيب باعتبارها أحد مقومات وحدة المجتمع واستقراره. يبقى وحدة المجتمع واستقراره قائمة على، خلي بالك، إن أنت الدين تحافظ عليه، لأن كثرة الأديان ستؤدي إلى تفكك المجتمع. تمام؟ وكثرة اللغات ستؤدي إلى تفكك المجتمع بعد ما زي ما حصل بعد إيه؟ بعد الحرب العالمية الثانية. تم تقسيم الدول على أساس اللغة بتاعتها. طيب وحدة المجتمع واستقراره، إذا موضوع إن أنت كل شوية تتكلم إنجليزي والكلام ده موضوع في منتهى الخطورة. لازم نحافظ على اللغة بتاعتنا اللي هي اللغة العربية اللي هي لغة إيه؟ لغة الدولة. طيب حافظ المصريين على هويتهم الوطنية: دين، لغة، عادات، عبر العصور باعتبارها أحد مقومات وحدة المجتمع، لأن هي أساس وأهم حاجة في وحدة المجتمع واستقراره. طيب حافظوا عليها من خلال إيه؟ من خلال التمسك بلغتهم وثقافتهم. يبقى إزاي المصريون حافظ على الهوية المصرية أو الهوية الوطنية على مر التاريخ؟ من خلال التمسك بحاجتين: لغتهم وثقافتهم وتراثهم الوطني، يعني تاريخهم الوطني، وهو ما ساعد، خلي بالك، على بقاء الدولة المصرية عبر الزمن. إذا يا جماعة حافظ المصريون على هويتهم الوطنية عبر العصور باعتبارها أحد مقومات وحدة المجتمع وإيه؟ واستقراره. طب حافظ عليها من خلال مين؟ التمسك بلغتهم وثقافتهم. خلاص؟ وتراثهم الوطني، يعني تاريخهم يا جماعة وتاريخهم إيه؟ الوطني. طب ده ساعد عليه يا جماعه، ساعد على بقاء الدوله المصريه. يبقى ده ساعد عليه في النهايه على بقاء الدوله المصريه. حبيبي لو لم يكن المصريون حافظوا على دينهم وتاريخهم ولغتهم لانتهت الدوله المصريه ولا ضاعت زي دول كتير انتهت يا جماعه. تمام؟ عبر الزمن
وقد اتخذت الدولة المصرية، خلي بالك وقد اتخذت الدولة المصرية في الوقت الحالي المعاصر الحالي عدة إجراءات للحفاظ على الهوية. عدة إجراءات للحفاظ على مين؟ على الهوية، ومنها ما يلي. تعال نشوف بقى يا جماعة إجراءات الدولة اللي هي الحكومة المركزية، خلاص، اللي هي السلطة، تمام، في الحفاظ على الهوية المصرية. 1. حماية التراث الحضاري والاحتفال بالمناسبات الوطنية. خلاص، يبقى أول حاجة إيه؟ حماية التراث الحضاري اللي هو التاريخ. أول ما أقول لك التراث الحضاري يعني التاريخ الحضاري للدولة، والاحتفال بالمناسبات الوطنية. موضوع الاحتفال بالمناسبات الوطنية اللي أنت بتاخده أجازة وبتكون فرحان بيه إن هو أجازة، ده موضوع في منتهى الأهمية. ليه؟ أنا وقت لما باجي مثلا بحتفل بيوم 6 أكتوبر، خلاص، أو بحتفل مثلا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب، ده بيؤدي لإيه؟ بيؤدي لإيه؟ إن أنت حضرتك بتيجي اليوم اللي أنت بتاخده أجازة دوت وبتحتفل بيه، الدولة بتنتهز فيه الفرصة، أو إحنا بننتهز فيه الفرصة إن إحنا إيه؟ نقرأ عن الاحتفال دوت. يعني أنت في يوم 6 أكتوبر زي ما أنت بتشوف كده، الدولة كلها بتشغل أفلام عن 6 أكتوبر، برامج عن 6 أكتوبر، خلاص. كذلك ازاي بنتعرف ازاي اليوم دوت وازاي المعركة دي أثرت في تاريخ مصر. كذلك يا جماعة مين؟ تمام، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. انت لما يوم الهجرة، اليوم اللي احنا بناخده دوت، تمام، اجازة، انت بتاخد ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم قدر ان هو يتجاوز الازمات اللي تعرض لها في الهجرة، خلاص. ازاي الهجرة لعبت دور رئيسي في نشأة الدولة الإسلامية، خلاص. اذا حماية التراث الحضاري والاحتفال بالمناسبات الوطنية، ده موضوع في منتهى الأهمية، علشان المناسبة الوطنية دي زي 6 أكتوبر مثلا ولنكن مثال، تمام، ما تندثرش على مر الأجيال، خلاص. طيب، يبقى ده أول إجراء عملته الدولة، حماية التراث الحضاري. 2. الاحتفال بالمناسبات الوطنية. 2. تعريف الأجيال المختلفة بتاريخ مصر وحضارتها. ان انت اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه، الوزير يا جماعه تم انتقاده او تعرض لبعض النقد ان ماده التاريخ بيتأسسها. يا جماعه كل دول العالم اصلا التاريخ هو اساسي على كل حاجه. حبيبي انت لازم تكون طالع من صغرك عارف تاريخ بلدك ايه، عارف تاريخ الامه بتاعتك ايه. في مقوله بتقول لك ايه؟ لا حاضر لامه تنسى ماضيها، ولا مستقبل لأمة تجهل فضائلها. يعني يا حبيبي مفيش حاضر لأمة ولا مستقبل إلا لما تكون عارف تاريخك كويس. يا جماعة ربنا ما حطش نص أو تلت القرآن قصص تاريخية على الفاضي، خلاص. دي مش زينة او تسلية جوه القرآن، جوه اهم كتاب ربنا حطه لك لتنظيم حياة الناس وهداية الناس. ما حطهولكش تلت القرآن قصة تاريخية كده وخلاص لمجرد التسلية. انت في كل قصة زي مثلا قصة سيدنا يوسف على سبيل المثال، ربنا بيقول لك ايه في الاخر؟ تمام، لقد كان في قصصهم عبرة، يعني عظة لأولي الألباب. فالتاريخ يا جماعة تعريف الأجيال المختلفة بتاريخ مصر وحضارتها، تمام. لازم يا جماعه نكون عارفين تاريخ مصر وايه والحضاره المصريه القديمه. ومن ضمن الحاجات يا جماعه دايما اللي انا بحب اقولها ان ربنا اتكلم في القران يا جماعه عن غزوه احد اللي حصل فيها هزيمه اكتر لما اتكلم عن غزوه بدر، خلاص. ليه؟ لان انت دايما قرايه التاريخ بتعلمك ازاي تحول الفشل والهزائم لنجاح. هزيمة أحد أو هزيمة غزوة أحد هي الهزيمة الوحيدة في التاريخ. ليه؟ لأن ربنا لما اتكلم عنها ووقف عندها وتعرفنا أسبابها إيه، تمام، المسلمين اشتغلوا على النقطة ديت وبعد كده اكتسحوا الأرض وهزموا الإمبراطوريات. إذن يا جماعة إزاي أحافظ على الهوية المصرية؟ من خلال تعريف الأجيال المختلفة. الإجراء الثاني اللي عملته الدولة تعريف الأجيال المختلفة بتاريخ مصر وحضارتها. 3 يا جماعة، ايه الاجراء الثالث اللي عملته الدوله المصريه؟ دعم الثقافه والفنون من خلال دعم المؤسسات الثقافيه وفي مقدمتها دار الاوبرا المصريه وقصور الثقافه. هنا يا جماعه دي بنسميها عشان ممكن تجي لك في الاسئله القوه الناعمه، ان انت بتستخدم القوة الناعمة في الحفاظ على مؤسسات وتاريخ الدولة. دعم الثقافة والفنون من خلال دعم المؤسسات الثقافية وفي
مقدماتها دار الاوبرا المصريه وقصور الايه الثقافه. ان انت بتبدا هنا بتستخدم المؤسسات الثقافيه والفنون في التعريف بالتاريخ المصري والهويه المصريه. ازاي ببساطه، ركز معايا. كلنا شفنا يا جماعه ازاي تركيا استخدمت المسلسلات بتاعتها في التعريف التاريخ التركي، سواء التاريخ العثماني او التاريخ السلجوقي وما الى اخره. وازاي المسلسلات التركيه غزت العالم لدرجه ان انت شفت مسلسل قيامه ارطغرل ده حاز على المشاهدات الاكثر في تاريخ البشريه. تمام، كل الممثلين، كل رؤساء الدول، كل العالم، لعيبه الكوره كانت بتسمع قيامه ايه على العالم كله، على مستوى العالم كله، زي ميسي. شفت ميسي لما كان في ظهره كده المسلسل التركي شغال، تمام، كان الترند ساعتها في العالم. اذا يا جماعه، وهنا كان بيقول لك ازاي بص تركيا بتستخدم القوه الناعمه بتاعتها في نشر الثقافه بتاعتها. كذلك احنا يا جماعه، احنا عندنا تاريخ وامجاد نقدر ان احنا من خلال الثقافه والفنون والفن الهادف، خلي بالك، تمام، ان احنا نبدا ننشر التاريخ بتاعنا دوت. تمام، دعم الثقافة والفنون من خلال ايه؟ دعم المؤسسات الثقافية، وفي مقدمتها ايه المؤسسات دي؟ دار الأوبرا المصرية وقصور الثقافة، ان هي تبدأ ان هي تتكلم عن التاريخ المصري وتنشر الثقافة المصرية للأجيال اللي ايه؟ الأجيال اللي طالعة. وده يا جماعة بنقول عليه ايه؟ القوة الناعمة في الحفاظ على، أو دور القوة الناعمة في الحفاظ على الهوية وطنية. طيب، إذا كده يا جماعة المقاوم السادس كان الحفاظ على، من مقومات نشأة الدولة واستمرارها عبر الزمن، الحفاظ على الهوية المصرية، حيث حافظ المصريون، يلا تاني، على هويتهم الوطنية عبر العصور، باعتبارها إيه؟ أحد مقومات وحدة المجتمع واستمراره. خلاص، طب هيحافظوا عليها إزاي؟ من خلال التمسك باللغة والثقافة. 2، التراث الوطني. طيب، ده ساعد عليه التمسك باللغه والثقافه والتراث الوطني، ساعد عليه بقاء الدوله المصريه عبر الزمن. ودخلنا بعد كده يا جماعه على اجراءات الدوله في الحفاظ على الهويه الوطنيه، ولخصناها في 3 اجراءات. 1، حمايه التراث الحضاري والاحتفال بالمناسبات الوطنيه. 2، تعريف الاجيال المختلفه بتاريخ مصر وحضارتها، وده طبعا عن طريق ايه؟ التعليم وما الى اخره وتدريس ماده التاريخ. طيب، دعم الثقافه والفنون من خلال دعم مؤسسات الثقافيه كالاوبرا المصريه وقصور الثقافه. وبكده يا جماعه احنا خلصنا عوامل قيام الدوله المصريه، العوامل ال6 خلاص، وباذن الله وبكده قفلنا الدرس كله. وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هندخل على الدرس الثاني على طول. ما تنساش ان شاء الله كده ايه، تستناني او اشترك في القناه واعمل لايك كده، تمام، على الفيديو، بحيث ان انت ايه، تستنى ان شاء الله يجي لك الاشعار على طول اول ما انزل لك الدرس الثاني على طول ان شاء الله تعالى. وباذن الله هننزل ورشات حل على طول على كل درس، وهننزل نواتج التعلم. هنعمل شويه شغل كده تقيل ان شاء الله في منهج البكالوريا. ما تخافش، المنهج ان شاء الله سهل والمنهج بسيط، هو بس محتاج شويه شغل ومحتاج شويه مجهود. لكن يا ابني المنهج والله اغلبيته من ثالثه ثانوي، وكل المدرسين اللي بيدوا ثالثه ثانوي عارفين الكلام ده. مش عاوزين خطه، بس في نفس الوقت احنا مش عاوزين استهتار. الموضوع محتاج مجهود كبير منك ومجهود كبير من كل مدرس، ماشي، علشان ايه؟ بس ان شاء الله ان احنا باذن الله تعالى باذن الله نقفل الماده دي ان شاء الله. خلاص، يلا، السلام عليكم.